فيديوهات كتير بتتكلم عن الأوتريفين نقط الأنف، وإن خطر وبلاش منها ولأ وممنوعة ومسحوبة. دايما يا جماعة بنقول المعلومة لازم ناخدها من مصادرها. في بعض التشغيلات، وهنسيب رقم التشغيلة اللي موجودة أو الكومنت، إنه في بعض التشغيلات وبعض الأماكن بتقلد المنتج، فبيحصل مشاكل زي كده. فعشان كده دايما بنوصي إن ناخد من عند صيدلي معروف، من عند ناس نثق فيها، انه الصيدلي نفسه ياخد الحاجات من اماكن موثوقه. انما مش على الاطلاق انه الهيوتريفين دي فيها مشكله، او ان الدواء الفلاني فيه مشكله، في تشغيله فيها خطا، او في تشغيله مش صحيحه، متصنعه في مكان مش صح. هو ده بيبقى بتنزل نشره من وزاره الصحه بالكلام دوت. يبقى النشره دي بقى انا لما اجيب الاوتريفين هبص على التشغيله، هي التشغيله دي ولا لا، عشان ابقى عارف ان الحاجه دي سليمه ولا فيها مشكله. الموضوع بسيط خالص. بلاش نثير الذعر والفزع في الناس على ادويه احنا بقالنا سنين طويله عارفينها، وعارفين ان هي كويسه وملهاش اي مضاعفات.